ممكن أعرف استخدام مخدة الرضاعة ومن الأمهات اللي اشتروها استفادوا منها ولا أي كلام؟ ده بيكون شكل مخدة الرضاعة والأم بتلبسها في الوسط بالشكل ده كده، بتوفر لها حاجتين: ثبات وأمان للبيبي وراحة للأم. راحة للأم من وجع الظهر ووجع الكتاف. في أمهات وهي بترضع البيبي خصوصا لو أول مرة تلاقيها ماسكة البيبي بالشكل ده، العظمتين دول بيوجعوها جدا لأن هو بعد شوية وقفوا رقم 11 كده، ظهرها جاله قتب من كتر ما هي موطية على البيبي. مخدة الرضاعة بتقول لك رجعي ظهرك لورا، اسندي البيبي هنا. المخدة هي اللي بتشيل وزن البيبي منك، فمش بتسبب لك ألم في الظهر، وكمان بتخليكي فرد ظهرك وانت بترضعي. الثبات والأمان للبيبي هو بيرضع طبيعي. الأطفال بيكون حجمها صغير وفي أمهات بتبقى لسه مش عارفة ازاي تمسكه وهي بترضعه طبيعي، بتبقى خايفة عليه إن هو يتهز منها أو لا قدر الله إن هو يقع. وثالث حاجة إن في أمهات بتستخدمها كمسند للجلوس بالشكل ده، ودي كانت استخدامات مخدة الرضاعة. إنما بقى الأمهات اللي اشتروها واستفادوا منها واللي طلعت أي كلام هم اللي